نحب نعمل ديليفري عظم مراوب، زعما شكون نكلم؟ اوه عظم مراوب. المعلومة الأولى، العظمة عندها سيستم دو فنتيلاسيون. قال لك يا سيدي بن سيدك القشرة متاع العظمة تتنفس، أي نعم، فيها نقب صغار ما يتشافوش يوصلوا حتى ل 17,000. ما نجمش نقول العدد نتاعهم يوصل حتى ل 17,000 ويخليوا الأكسجين ثاني أكسيد الكربون والهيوميديتي يتعداو. المعلومة الثانية، في الصين فما كونسيبت يتاكل اسمه عظمة ال100 عام. هي كانت تظهر عمرها 100 عام، أما غيلما هي عظمة منفخة في ميلانج متاع جير ورماد وملح ورق منفخة لمدة 18 نهار، تولي لونها أخضر وعاطي على المرا. والله كنت نحبوا العظم، والله ما ربي يهديكم. معلومة ثالثة، فما علماء نجموا يرجعوا العظمة نية، معناتها العظمة كانت طيبة رجعوها نية. علاش هذا كل؟ خاطر فما بروتين اسمها ليزوزيم تخسر الستركتور نتاعها كيف العظمة تطيب، واكتشفوا بروسيس يرجع البروتين هذه اكتيف حتى من بعد ما تطيب العظمة. كيما نقولوا احنا كانوا عملوا فواياج دون التان، هما الحقيقة ما كانوش اصلا طيبوها العظمة، معناتها سهلة الحكاية، اكتشاف زي. المعلومة الرابعة، يقول القائل اسك العظام الكل يتاكل. قالك حتى العظام نتاع الحنش يتاكل وسيف للإنسان، أما جوست لازم تطيبوا مليح، ولازم دوب ما تبيض اللفعة تاكل العظمة، خاطر سينو فما ريسك نتاع تلقى بيبي الحنش في وسطها. دوب ما تبيض اللفعة، وحتى كي تاكل عظمة من حنش مسمام ما فماش ريسك، على خاطر السم نتاع الحنش حتى ولو كان موجود باش يتهضم كأي بروتين. ما تنسيوش تابعونا على قلم. صحة وبالشفاء.